أهلا وسهلا بكم. في 2024 صادرات إفريقيا وصلت رقم قياسي جديد 585 مليار دولار. هذا يعني أنها زادت تقريبا 53% مقارنة ب 2020 اللي كانت في حدود 381 مليار دولار. ولكن المثير هو أن المغرب اللي بدا كيبرهن على أن الصناعة التحويلية بلا نفط ولا غاز كتقدر تغير اللعبة، بعكس بعض الدول بحال الجزائر ونيجيريا. اليوم غادي نهضروا على هذا النمو الكبير، نشوفوا كيفاش بعض الدول نجحات، المغرب بالخصوص، وشكون مازال محتاج يطور الاستراتيجية ديالو. غادي نعطيكم الأرقام الحقيقية لمنتجات الصناعات والدروس اللي ممكن كل دولة إفريقية تتعلمها. بحسب منصة وورلد توب اكسبورتس، صادرات إفريقيا العام 2024 وصلت ل 585 مليار دولار. هذا الرقم كيوري توسع التجارة الإفريقية بشكل سريع. منين جا هذا النمو؟ جنوب إفريقيا، نيجيريا، مصر، المغرب والجزائر هما اللاعبين الكبار. جنوب إفريقيا معروفة بالمعادن والمعدات الصناعية. نيجيريا والجزائر كيعتمدوا بزاف على النفط والغاز. كنلقاو نيجيريا لأكثر من 70% من الصادرات ديالها نفط وغاز، والجزائر اللي حوالي 95% من الصادرات ديالها من النفط والغاز كذلك. ولكن المغرب مختلف تماما على باقي الدول اللي ذكرنا، فهو كيركز على صناعة تحويلية متنوعة بحال السيارات الإلكترونية، الطاقات المتجددة، الملابس والنسيج، وحتى المنتجات الغذائية المصنعة. هذا التنويع كيعطي المغرب استقرار أكثر قدام تقلبات أسعار المواد الطاقية في الأسواق العالمية. باش نعطيكم فكرة، صادرات المغرب في 2024 وصلت تقريبا ما بين 45 و 50 مليار دولار، منها السيارات اللي كتصدر لعدة دول أوروبية، المنتجات الغذائية المصنعة كتلقى طلب كبير، النسيج والملابس كذلك. الصناعات التحويلية كتخلي المغرب ما معتمدش فقط على الموارد الطبيعية بحال الجزائر ونيجيريا اللي غالبية الصادرات ديالهم نفط وغاز. المغرب كيبين أن الاستراتيجية الذكية هي التنويع. بصفة عامة إفريقيا كتصدر المعادن والطاقة في بعض الدول، المنتجات الزراعية في دول بحال المغرب، مصر، كينيا، والصناعات التحويلية كذلك كنلقاوها في المغرب ومصر وتونس. الفرص الكبيرة اليوم كاينة في الإلكترونيات، صناعة السيارات، المواد الغذائية المصنعة والطاقات المتجددة. علاش صادرات إفريقيا كبرت بزاف؟ كاين الطلب العالمي على المواد الخام والمنتجات الغذائية اللي زاد، خصوصا بعد جائحة كورونا والنقص اللي كان في بعض السلع. ثانيا كنلقاو البنية التحتية اللي تحسنات بزاف، الطرق والموانئ ولات البضائع كتوصل أسرع وبثمن أقل. وكاين اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية اللي ساعدت بزاف على تبسيط التجارة بين الدول الإفريقية، والمغرب استثمر كذلك في الصناعة التحويلية وجلب استثمارات أجنبية مباشرة، وهذا اللي عطاه أفضلية كبيرة مقارنة ببعض الدول الأخرى اللي كتعتمد على النفط والغاز. طبعا ماشي كلشي سهل، بعض الدول الإفريقية مازال معتمدة بزاف على النفط والغاز كما قلنا، وهذا خطر حيث أسعارها كتقلب والبنية التحتية ما زالت محتاجة تطوير في بعض المناطق، والتصنيع المحلي محدود في بعض البلدان، يعني القيمة المضافة قليلة. لكن المغرب بدا كيتجنب هذه المشاكل باستثمارات في المصانع، وهذا كيخليه عنده استقرار أكبر. بالتالي ممكن أننا نقول أن المغرب نموذج واضح. التنويع الاقتصادي والاستثمار في الصناعة التحويلية كيخلق فرص عمل، كيقلل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وكيزيد قوة الصادرات. إفريقيا كل عندها الفرصة دير بحال المغرب، خصوصا إذا ركزت على الصناعات اللي كتزيد القيمة للمنتجات بحال السيارات والإلكترونيات. فشنو نقدروا نتعلموا من المغرب؟ أولا كاين التنويع اللي هو مهم باش تكون الصادرات مستقرة. كاين الاستثمار في الصناعة التحويلية اللي كيخلق فرص شغل وكيزيد القيمة المضافة. الاستفادة كذلك من الاتفاقيات التجارية العالمية والإقليمية كتفتح أسواق جديدة. المغرب في التوجه ديالو للصناعة التحويلية كتخليه لاعب مهم في التجارة الإفريقية والعالمية. إفريقيا اليوم كتسجل أرقام قياسية في التجارة، ولكن المغرب برهن على أن التنويع الصناعي هو اللي كيقدر يغير قواعد اللعبة. واش باقي الدول الإفريقية غادي تتبع الخطوات ديال المغرب؟ شنو رأيكم؟ شاركونا في التعليقات وما تنساوش ديروا لايك واشتراك باش توصلكم جميع الحلقات المستقبلية.